عليكم يا أحبتنا السلام، وأتحفكم برحمته السلام، وبوأكم مساكن طيبات، تحية من تبوأها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد التحية، أولا أحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، ومن نعمه أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وأصلي وأسلم على من سن لنا الزواج وقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثانيا، أريد أن أهنئ صديقي وحبيبي أخي إبراهيم محمد علي أبو حنيفة بزواجه، وأقول له بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير إن شاء الله. أرجوك أن يرزقك الله أولادا صالحة طيبة مصلحة إن شاء الله. وأقول لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.